السلام عليكم حبايبي، تعالوا نعمل مع بعض أكلة في دقيقتين علشان مش عايزين وقفة كتير في الحر ده. هجيب طاسة على النار فيها شوية زيت وهنزل فيها كده بصدور فراخ متقطعة قطع طولية رفيعة جدا زي ما احنا شايفين. أول ما الطاسة تسخن معايا هنزل بالفراخ واسيبها لحد ما تبدأ كده تغير لون من تحت. هبدأ أحرك فيها وأقلب فيها، يعني ما مدش إيدي فيها إلا لما أتأكد إن هي بدأت تاخد لون من تحت. اول ما غيرت كلها لون كده هنزل بالتوابل. التوابل عبارة عن فلفل اسود وبهارات فراخ، وطبعا النار هنا بتكون عالية علشان ما تنزلش مية وسوائل كتير. وهنزل كمان عليها بكزبرة ناشفة، بابريكا، كل التوابل الحلوة اللي انت حابة تحطيها، توم باودر، والبابريكا كمان عشان تديلي لون حلو للفراخ زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هقلبها بقى بالجمال ده، وهبدأ اخدها تقلبتين تلاتة كده لحد ما تشرب التوابل كلها وتبقى كلها لون واحد. بعد كده هبدأ انزل عليها بالبصل. انا هنا جبت بصلتين تلاتة متقطعين حلقات او جوليان زي ما انتي حابة تقطعيه، وهبدأ انزل بيه على الفراخ بالشكل ده. هقلبها حلوة قوي واخلطها مع بعضها مع البصل. اخدها تقلبتين كده بالبصل لحد ما الاقي ريحة البصل الجميلة دي بدأت تطلع معايا. هنزل عليها بحبتين من الفلفل. عايزة بقى تحطي انتي فلفل الوان ممكن، بس انا عملت الحاجة المتاحة في كل بيت. نزلت بحبتين من الفلفل الاخضر وقلبتهم، وبعد كده ضفت الملح لان انا ما كنتش ضفت لسه الملح. بعد كده هتقلبي كل الجمال ده مع بعضه وتسيبيه بقى وتغطيه لمدة نص ساعة. مش هياخد كمان نص ساعة تكون كلها اتشربت ببعضها. انا جبت هنا معايا عيش التورتيلا وبدأت انزل بشوية من الموتزاريلا، وهحط الحشوة دي اللي انا عاملاها وعليها كمان من فوق شوية من الموتزاريلا. عملنا العيش ده قبل كده مع بعض وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. دلوقتي جبتها بقى كده وتنيتها، وهبدأ على الجريل اخدها صدمة يدوب اسيح الجبنة جواها. أكلة سهلة وسريعة مش هتاخد منك وقت خالص. يدوب تسيحي الجبنة كده وتقلبيها على الناحيتين، وشوفي الجمال بقى. عايزة اقولك هتاكلي احلى وأسهل وجبة غدا اتعملت، مش هتاخد منك نص ساعة، ولا فرن ولا غلبة ولا وجع دماغ. حبايبي جربوها، أنا متأكدة أنها سهلة وهتعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسونيش في لايك واشتراك، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.